انا كنت بس عايز اشكر في الفيديو ده الفريق بتاع الديجيتال ميديا بتاع الاهلي. بصراحة عاملين مجهود رهيب وجبار، وبيتطور من سنة لسنة، سواء في تغطية الاخبار الفريق والتمرين وبعد وفي الماتشات وبعد الماتشات والكلام ده، وكمان في تقديم الصفقات. الموضوع يعني اتنقل نقلة رهيبة، والموضوع بقى ما بقاش لاعب بس بيتقدم، لا ده بقت حدوتة، بقت قصة. يعني بقى في مجهود مبذول وناس بتتعب كتير قوي عشان تطلع في الاخر الدقيقة ولا دقيقة ونص اللي بنشوفها في تقديمة اللعيبة. اتفق او اختلف على الفيديو في الاخر، عجبك ما عجبكش، كان في احسن، ما فيش حاجة هتعجب كل الناس، ده كده كده. بس المجهود المبذول واضح، وان هم فعلا الكرياتيفيتي عندهم والتفكير ان هم يعملوا لكل لاعب تقديمة تبقى لايقة عليه وتبقى شكلها يليق بان هو حد جاي النادي الاهلي. ففيها كواليس كتير قوي، يعني باين الشغل وباين المجهود المبذول، وده تيم كبير جدا جدا جدا. فعايز اقول لهم شكرا شكرا شكرا. التقديمات اللي بدأنا نشوف تقديمات مختلفة، بداية من إمام عاشور وبن شرقي وبعد كده محمد بن رمضان واخيرا زيزو. غير بقى التغطيات في التمارين والحاجات دي. بصراحة الموضوع اتطور جامد جدا، ودايما دايما الاهلي سباق في اي حاجة، وهتلاقي بعد كده كل الاندية هتخش تعمل نفس القصة بنفس الاسلوب. بنصور في استوديو وبنجيب ناس تمثل ومجاميع وقصة كده، يعني في فيديو من رمضان تحديدا يعني. لا في شغل كبير يعني بصراحة. فتحية كبيرة للتيم بتاع الديجيتال ميديا بتاع الاهلي. وكمان احب احييهم على النزاهه. يعني انا عمري ما شفت، طبعا الفيديوهات والحاجات والصفقات دي بتتصور يا اما على مراحل، يا اما في يوم معين، يا اما في وقت كان بعض الصفقات بيبقى لسه فيها كلام، لا مضى، لا ما مضاش، لا جه، لا في مصر، لا مسافر، لا مش عارف ايه. ولا شفت تسريبة صورة ولا حتة من التقديمة ولا أي حاجة. التيم كله، خدوا بالكم ده بيبقى تيم كبير جدا، كرو كامل بيشتغل في القصة دي. بصراحة كله بيلتزم السرية والكتمان. مفيش حد عايز ياخد لقطة، ولا حد عايز ياخد ترند، ولا يصور صورة منغمشة، ولا الكلام ده كله. كل ده بتبقى اجتهادات، اللي بتنزل دي اجتهادات من ناس وصفحات عادية. انما التيم ده كله بصراحة عنده قدر كبير قوي من النزاهة والاحتراف، ان الحاجات دي سرية، ولما تنزل ابقى اعمل اللي انت عايزه. فانا بشوف ناس لما بقى الفيديو ينزل او تقديمة اللعيب بتنزل على البيج الرسمية للنادي، بيبتدوا بقى ينزلوا بقى اللي هو صورهم معاه، او المخرج ينزل صورته مع اللعيب. يعني في ناس بقى بتشرح كمان الفكرة جت منين. فيعني الموضوع بصراحة عظيم جدا. التيم ده يشكر شكر كبير جدا 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 على اللي بيقدمه، وإن شاء الله في تطور وازدهار دائم، ودايما دايما الأهلي رقم واحد.